مع صيانة الخميس النهاردة نزل معانا حبة أخبار لبيس 2025 اللي هتنزل يوم الخميس القادم. نزل معانا حجم التحديث لأندرويد والآيفون والصيانة تمتد لقد إيه. هقول لك دلوقتي إزاي تستلم اللاعب اللي نزل في متجر النقاط. الناس اللي عندهم مشاكل إن هم ما بيعرفش يستلموا اللاعب اللي في النقاط. هقول لك على كل حاجة. قبل ما أبدأ حط لايك شرف القناة وفعل زر الجرس. عايز أفكرك إن أنا عامل مسابقة على حساب مجاني لواحد من المتابعين أول ما نوصل 7000 مشترك في القناة. قدامك اهو اللعيبه اللي في النقاط. نزل معانا لاعب واحد بس زي ما قلت لك. هينزل معانا لاعبين في متجر النقاط. علشان تستلم اللاعب تضغط عليه وتعمل اكشنج علشان يحولك على الموقع بتاع اللعبه. والموقع يفتح معاك هيظهر لك الصفحه ديت اللي قدامك ديت بتاع تسجيل الدخول لحسابك علشان تعرف تستلم اللاعب. الصفحه دي قدامك كده تعمل لوجن اللي هي فوق ديت او لوجن اللي هتظهر لك تحت كده. تضغط على اي واحده من الاثنين وهيقول لك دخل معلومات حسابك، دخل البريد وتدخل كلمه السر لحسابك اللي انت حاليا عايز تستلم عليه اللاعب. تدخل الباسورد وتختار الشكل على حسب ما هم عايزينه وتعمل لوجن. وكده انت تكون دخلت حسابك في الموقع بتاع متجر النقاط. وعايز اقول لك ان تعملها في لاعب واحد بس. يعني انت لو عندك لاعبين تعملها في لاعب واحد بس وتعمل اكسشينج بقى وخلاص كده. تعمل اكسشينج ثاني وكده هتخش بقى على اللعبه وهيكون محول لك على البريد على طول اللاعب. حاليا دخلنا اللعبه تانية اهوت. كده نرجع كده هنشوف خصم مننا النقاط فوق. نرجع واللاعب كده عمل له اكسشنج خلاص. تم استلم اللاعب واللاعب استلم في النقاط. نخش بقى كده نستلم اللاعب ونطوره قدامكم نشوف هيوصل كام اللاعب ده. يعني ممكن يوصل 98 في التشكيله 97 حاجه زي كده. هو مش لاعب قوي قوي يعني، بس انا برضه اوريكم عشان اللي حابب بيشتري. حطه كده مكان مين؟ تعالى كاندي ليخت وننزله مكان صليبه ونشوف بقى كده ايه هنطوره يوصل كام في التشكيله. تمام كده اللاعب بقى التطوير وصل 98 في التشكيله. دي الماكس بتاعه حتى مع تطوير الاوتو وبرضك من غير الاوتو. شفت التطويرات التانية ما لقيتش غير التطويره ديت اللي بتوصل ليها 98 اعلى ماكس ليه. فهو ده اللاعب اللي نزل النهارده في متجر النقاط. نخش بقى على التثبيتات اللي معانا. ان حجم التحديث هيبقى الاندرويد والايفون. حجم التحديث لاندرويد هيبقى 2.2 جيجا والايفون 2.8 جيجا. وطبعا الكلام ده مش عندي، الكلام ده من الموقع الرسمي للعبه. يعني انت كده لازم تكون مفضي حوالي 5 جيجا في مساحتك بتاع الموبايل عشان تعرف تحمل اللعبه. ومتقلقش ان انت موبايلك ضعيف واللعبه عندك مش هتقدر تحدث او مش هتعرف تدعم بيس 2025. فهنزلك طريقه جامده قوي محدش شرحها على اليوتيوب هي ازاي تحملها وانت موبايلك ضعيف. نيجي بقى لموضوع الصيانه. الناس كان بيقول لك ممكن توصل لاسبوع توصل لاسبوعين. انا قلت لك ان قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ان الكلام ده مش هيحصل عشان اللعبه قالت ان هيبقى في تغيير كبير قوي في السيرفرات بتاع اللعبه علشان مبقاش في ضغط على السيرفرات ومبقاش في مشاكل في السيرفرات. والصيانه برضو بعد كده ما تطولش قوي بالنسبه لقرارات اللعبه. طبعا حاليا الصيانه تم تاكيدها ان هي تقعد يوم واحد بس. يعني التحديث هينزل يوم الخميس الجاي. الصيانه تبقى يوم الاربع يوم الساعه 5 تقريبا كده الفجر كده لحد يوم الخميس الساعه 11 تقريبا الساعه 12. كل ده عشان في تحسين للسيرفرات. يعني خلاص القول لان الصيانه هتبقى يوم واحد بس من يوم الاربع الفجر لحد يوم الخميس الساعه 12. طبعا الكلام ده كله من موقع الرسمي للعبه نزل النهارده مع الصيانه بتاع الخميس. قبل ما انهي الفيديو دي فيديو مهم نزلته على القناه امبارح ضروري تخش تشوفه عشان حساباتك ما تتحذفش. خد لك لفه في الوصف هتلاقي رابط باتش دوري الابطال وتطبيقات هتفيدك وفيديوهات هتفيدك. فكل ده هتلاقيه في الوصف. قبل ما انهي الفيديو حط لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم فيديو جاي بصحه وسلامه. سلام.